العملية العسكرية بتاعة رفح بيقولوا أمريكا ادت الضوء الأخضر. أمريكا طلعت كدبت الأخبار ديت وقالت ما ادتش، وطالما أمريكا قالت ما ادتش يبقى هي ادت من وجهة نظري. لكن كان في اجتماع منطقة رفح المصرية مع قيادات إسرائيلية وطبعا قيادات عربية علشان يدوا الضوء الأحمر لإسرائيل لضرب رفح. مش هينفع إلا لما يكون في أسلحة، مع إن كل الدول وافقت إن تروح أسلحة تاني لإسرائيل بعد العملية الإيرانية. طب هتعمل إيه بقى إسرائيل في الفترة الجاية ديت لما تاخد الأسلحة ديت؟ لا يعني هي أمريكا بعتت لها الأسلحة علشان تحمي نفسها من إيران. لا بس هي بقى ما تضربش إيران، هي تاخد الأسلحة دي تضرب بيها رفح المصرية، لأن أمريكا قالت لها مقابل ان انا اوافق على عمليه رفح ما تضربيش ايران. طب ما هي ما كانتش هتضرب ايران من الاول. ايه اللي معطل الدنيا؟ اليمن لازم قبل ما توصل الاسلحه لاسرائيل تتضرب اليمن. هتتضرب اليمن من مين؟ هتتضرب اليمن لا من السعوديه لا من الامارات، وربما الاثنين يتكتلوا على اليمن علشان يفتحوا مضيق باب المندب ويدخلوا أسلحة لإسرائيل ويدخلوا مساعدات الأكل والشرب لإسرائيل. لأن لو اليمن قالت ما فيش سفينة هتعدي أيا كانت جنسيتها راحت الأراضي الإسرائيلية، حتى لو هي إماراتية سعودية مش هتعدي، يعني مش هتعدي لو هي راحة لإسرائيل. طبعا هم كانوا هيوصلوا الأسلحة دي عن طريق المراكب اللي هي بتودي أكل وشرب لإسرائيل، او المراكب اللي كانت هتطلع السفن، يعني مش المركب، السرعه من دول الخليج مع الاسرائيلي الامريكي المصري. اسرائيل دخلت وضربت رفح تبقى مصر موافقه، يعني تبقى مصر معاهم في الليله دي برضه. طبعا هم كده بعتوا الفلسطينيين من الشمال للجنوب في رفح الفلسطينيه، وبعد كده هيضربوهم يموتوهم هناك، وبعد كده هيحطوا الجدار العازل المصري وهياخدوا من الحدود بتاعتنا حوالي 6 كيلو متر. طب انت بيتقالك ايه؟ بيتقالك انا ببني الجدار العازل ده عشان امن الاراضي المصريه من دخول المسلحين. طيب هل انت الاراضي المصريه هتكون في امان لما انا اشيل الفلسطينيين واحط اليهود في المنطق بتاع البهايم؟ ممكن يصدق. المنطق بتاع البني ادمين هيقول لك لا، لان زي ما احنا شايفين كده الملف ده شغال اهو، لكن في ملف تاني شغال في السودان وشغال في ليبيا، بس مش عارفين نتكلم الا لما بنحدد الاحداث اللي ممكن هتحصل. اول ضربه هتبقى في اليمن وهتكون من دول عربيه، ده كلامي. وبعد كده الضربه الثانيه هتكون لرفح، الضربه الثالثه هتكون لغور الاردن، وبعد كده سلموني عليه. ادخلوا شوفوا الفيديو عشان نفهم ايه اللي بيحصل، لان كل الاحداث اللي بتحصل قدامك وبتنتشر ديت كلها صحافه يعني موجهه. عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد ما اتفضحت الضربه الايرانيه لاسرائيل حصلت شويه احداث لازم نتكلم فيها، لان يعني احنا اوائل الناس اللي قالوا ان الضربه ديت مسرحيه، وان اللي هيحصل بعد كده هيقولوا هنضرب رفح مش هنضرب إيران. أمريكا ادت الضوء لإسرائيل لضرب رفح. طلعت أمريكا وكدبت الخبر وقالت لا أنا ما اديتش الضوء لإسرائيل علشان تضرب رفح ولا أي حاجة. لكن طالما أمريكا قالت الكلمتين دول فإذا إن فعلا أمريكا من وجهة نظري فعلا ادت الضوء لإسرائيل إن هي تضرب رفح. وبالنسبة لي دي برضو كانت حاجة متوقعة، يعني أنا كنت متوقعة إن ده اللي هيحصل. الإعلام اتكلم عن الضربة الإيرانية وقال ان اسرائيل ما ذكرتش الخسائر الكبيره اللي سببتها الضربه الايرانيه. واعتقد ان اي اعلام في اي دوله بيكون موجه لخدمه ملف معين او لخدمه الدوله نفسها. بعد ما الناس اتكلمت على الضربه بتاعت ايران وقالت ان ضربه ايران لاسرائيل عمليه مسرحيه فيك كده علشان حاجات معينه تحصل اتكلمنا عليها، طلع الاعلام بقى وقال لك لا ده حصلت خسائر بشريه، وضربوا طياره فيها جنود وضربوا قواعد وضربوا قواعد نوويه وحاجات كتير اتقالت النهارده في الاعلام الاسرائيلي. طيب ما علينا، المفروض اسرائيل طلعت وقالت انا هضرب ايران.
لكن امريكا قالت لها لا ما تضربيش ايران، وبعد شويه قالت لها لا اضربي ايران، اما الناس نقضت يعني الموضوع ده. فاذا هنبعد شويه وهنتكلم في ارض الواقع اللي احنا فسرناها مبنيه على المنطق اللي بيحصل قدامنا ده. اليمن من الدول اللي هي مستهدفة في الفترة الجاية، وهتكون مش مستهدفة من إسرائيل، ده هتكون مستهدفة من دول عربية، منها الإمارات ومنها السعودية. طلعت بعض تسريبات إن السعودية هتضرب اليمن وكمان الإمارات. في نفس الوضع دوت كان طالع في شهر 3 تقريبا، كان في شهر 1 أو شهر 3 مش فاكرة بالظبط، إن السعودية بترفض أي عمليات عسكرية من الأراضي بتاعتها ضد اليمن. لكن الفترة الجاية دي اللي احنا بنقوله بقى مش اللي هم بيقولوه، بقول إن السعودية وجهة نظر برضو إن السعودية والإمارات هيضربوا اليمن. هيضربوا اليمن ليه؟ لأن في مشروع متكامل داخل منطقة الشرق الأوسط باتفاق مع الدول العربية ومع مصر، وده من وجهة نظري، بأن هم يسيطروا على الأراضي الفلسطينية ويتم إدارة الموارد بتاعة فلسطين تحت الإدارة المصرية، لكن على شرط إن كل الدول دي تساعد إسرائيل في اجتياح غزة. وزي ما قلنا إن مصر من سنة 2020 وهي بتستعد لبناء الجدار العازل في المنطقة الفلسطينية ما بين مصر وما بين يعني رفح المصرية ورفح الفلسطينية. طبعا الموضوع ده اتقابل بعدة مرات بالرفض، لكن هو من 2020 وكان مطروح وموجود بالفعل على الخريطة أو في الخطط الاستراتيجية اللي جاية. الخطط الاستراتيجية اللي جت دي كلها المترابطة ببعضها مرتبطة بمشروع الأراضي الفلسطينية، وإحنا عارفين إن إحنا عملنا طرق لوجستية كتير وفضينا الأراضي الحدودية وطردنا الناس من المنازل ومن الأراضي بتاعتهم وخدنا البيوت، وبدأنا نعمل تخطيط جديد، تخطيط لوجستي في المناطق دي. فده كله بيأكد إن المشروع المصري والمشروع العربي متحد مع بعض، وكل الاتفاقيات اللي بتتم بمباركة أمريكا أو بتوجيهات من أمريكا داخل المنطقة لأجل مصلحة خدمة الملف الفلسطيني الإسرائيلي. إسرائيل كانت حاطة مخطط من سنة 2019 باحتلال غور الأردن، لأن غور الأردن ده فيه سكان فلسطينيين وبيكمل حوالي 30% من مساحة الأراضي بتاعت الضفة الغربية. إسرائيل سنة 67 كانت عاملة الجدار العازل بتاعها، عملته على الحدود اللي هي احتلتها، وكانت بطريقة غير معترف بيها دوليا. الحدود في 67 حددها بالخط الأخضر اللي اتعمل عليه الجدار العازل الإسرائيلي، هو موجود في الضفة الغربية. طبعا الضفة الغربية إسرائيل مش واخداها كلها، هي واخدة جزء اللي تبع غزة في المنطقة الشمالية اللي هي في الضفة الغربية، لكن هي عايزة تاخد 30% وعاملة تخطيط وخطة ماشية عليها لحد دلوقتي. لما اتمنع الأسلحة عن إسرائيل قررت إن هي وأمريكا يعملوا تخطيط فيك مع إيران للضربة ديت علشان يتم إرسال الأسلحة تاني لإسرائيل. أول إسرائيل ما وصل لها قرار إن هي تستلم الأسلحة، قررت العملية في رفح المصرية اللي هي اجتياح رفح. طبعا هي عايزة تسيطر على رفح الفلسطينية على الحدود المصرية بحوالي 6 كيلو متر من الحدود المصرية. هيتحط فيها جدار عازل. الجدار العازل ده للناس اللي مش فاهمة عبارة عن جدار فولاذي حديد بيبقى مبني تحت الأرض، يعني ما ينفعش اختراقه بالأنفاق. فهي محاصرة من ناحية الشمال في الضفة الغربية، فهي هتمتد كمان بالجدار دوت لحد غور الأردن، يعني هي هتمد الجدار بتاعها لحد غور الأردن بس بعد عملية رفح. وبكده هتكون عازلة المنطقة ديت كاملة عن الحدود اللي هي الحدود الأردنية والحدود المصرية والحدود السورية.
كمان الجدار العازل الإسرائيلي اللي هو في الضفة الغربية ده ممتد مش لحد الخط الأخضر بس، ده ممتد لحد القدس، قلب مدينة القدس. فعامل عملية انقسام في المدينة دي في حتة اسمها المثلث، منطقة يعني اسمها المثلث في القدس، دي موجودة من سنة 1918. المنطقة ديت من أهم المناطق التجارية اللي هي بيتواجد فيها تجارة الأثرياء، أغلبيتها يهود، شوارع كتير ومناطق كتير ليها أسماء حسب الطوائف اللي فيها، لكن من أهمها منطقة تبع إسرائيل كانت اسمها شارع يهوذا. واليهود الألمان كانوا بيستغيثوا بعد 67 بالأثرياء، العملاء الأثرياء، إن هم ينقذوهم من فلسطين، لأن طبعا احنا عارفين المشكلة ما بين الألمان وما بين اليهود كانت إيه، لكن دول يهود ألمان، يعني المفروض إن هم معاهم الديانة اليهودية، بس ما زالت التفرقة العنصرية موجودة داخل إسرائيل. طيب كمان اللي حصل بعديها ايه؟ طبعا احنا عارفين في الثمانينات 81 بدأت إسرائيل تاخد موافقة على الحدود بتاعتها اللي هي احتلتها من 67، وكانت حدود مش معترف بيها دوليا. في سنة 81 كانت حدود في القدس، حدود القدس تم الاعتراف بيها، فخدت استحوذت على شارع يهوذا دوت وخلته شارع تجاري، وخلته بقى زي ايه، حاجه كده منتزه او الكلام ده كله. اسرائيل مش مكتفيه بكده، لا ده عايزه تمتد لحد الحدود. طب هل مصر لو هي وافقت على المشروع الاسرائيلي لاقامه الجدار العازل اللي هو فعلا مقام من سنه 2002 لحد 2006، لكن ما كانش بالكامل، يعني ما كانش جدار كامل، هم عايزين يعملوا جدار تاني. يعني احنا عندنا جدار من 2002 ل 2006، وعايزين يعملوا جدار تاني ما بين رفح المصرية وما بين رفح الإسرائيلية. الجدار ده بيبقى ليه عرض حوالي، يعني بيبقى عريض، مش بيبقى بقى كنز ان انت تخرمه وتعدي، بيبقى هياخدوا حوالي مساحة 6 كيلو متر عرض، هيبقى عرضه حوالي 6 كيلو متر، فالمساحة ديت هتبقى من الأراضي المصرية. فمصر قالت يعني في رفض مني وبينكم من رأيي الشخصي، هو رفض كده وكده يعني، مش رفض حقيقي. لكن مصر رجعت قالت لك احنا مضطرين نبني الجدار دوت، علشان لما هنبنيه هنعمل عدم دخول مسلحين فلسطينيين داخل الأراضي المصرية. لكن هو الجدار ده مش معمول علشان كده، الجدار معمول علشان محو الفلسطينيين وكسر المقاومة الفلسطينية، بدليل ان احنا قلنا ان حزب فتح، احنا قلنا ان هو مونس مع الحكومة والكلام ده كله، لكن جه اعترض الفترة دي على عمل الجدار ده. طبعا الصحف سربت وقالت ان امريكا خلاص ادت الضوء الاخضر، وقالت لاسرائيل بدل ما هتضربي ايران لا اضربي رفح، وده اللي احنا قلناه، اضربي رفح واعملي الجدار العازل هناك وسيطري على رفح الفلسطينيه هناك. رجعت امريكا بعد ما سرب الخبر قالت لا انا ما قلتش. لكن كان في اجتماع قبل تسريب الخبر دوت ب4 ساعات، والاجتماع ده كان في رفح المصرية علشان يتفقوا على الخطة دي. طبعا اكيد مصر حضرت الاجتماع دوت، يعني مش من ورا ظهر مصر ولا حاجة، احنا من فترة تم حشد جنود وشفنا عربيات رمل كتير مسافرة كانت محملة واسلحة والكلام ده كله، وراحت على رفح المصرية. الحاجات دي احنا ما كناش عارفين هي راحة هتعمل ايه، لكن اللي واضح في الرؤية كده لما انا اشوف وافسر واحط الخطوط جنب بعضها، اللي واضح كده ان ديت هتكمل اكمال الجدار العازل اللي اسرائيل عايزاه يتعمل لمحاصرة الفلسطينيين. طبعا دوت شق لوحده، وده بيأكد المسرحية الإيرانية. انا معرفش ايران في انشقاق بينها وبين حزب الله في الاراء ولا لا، لان ايران لما عملت الضربه بتاعتها عملتها من الاردن، وكانت ضربه مفبركه كده يعني،
وبعد فترة طلعوا قالوا إن في خساير وفي مش عارفة إيه، ورجعوا قالوا لأ مش هنضرب الأردن. طيب السعودية والإمارات إيه موقفهم وهم شركاء في العملية ديت، بالإضافة لمصر طبعا، عشان يعني إيه ما بقاش بظلم حد يعني. طبعا هم مصلحتهم إن هم يتخلصوا من اليمن. طب مش مصر، مصر دلوقتي بعيدة عن اليمن. مصلحة السعودية ومصلحة الامارات في الاتفاقيه اللي هم عاملينها مع اسرائيل وامريكا ان هم يقضوا على اليمن. اليمن طلعت يعني طبعا دول قيادات عسكريه مش بروتات قاعدين، دول ناس بيشتغلوا بمزاج وبيشتغلوا سياسه حلوه قوي، فاهمين. بعد العمليه الايرانيه ديت هم قالوا كلمتين اتنين مفيش تالت ليهم. فيش سفينه هتعدي ايا كانت الجنسيه بتاعتها، حتى لو هي من الامارات من السعوديه، لان الامارات دخلت مساعدات قبل كده لاسرائيل. مفيش اي سفينه هتعدي من مضيق باب المندب اللي مسيطره عليه اليمن لحد اسرائيل، هتتضرب. طبعا الكلام ده مش هيرضي الاصدقاء العرب اللي موالسين مع اسرائيل، لان امريكا هتستغلهم في عمليه ارسال الاسلحه لاسرائيل، فقطعت عليهم السكه اليمن، وده اللي موقف الحاله شويه. اليمن ليها مخطط تاني اليومين اللي جايين دول، واحنا هنشوف وهنتابع، واللي انا بقوله التنبؤات اللي بقولها بتحصل بالتدريج. لازم قبل ما تتعمل عمليه رفح هتلاقوا في عمليه ضرب لليمن، عمليه ضرب لليمن من الدول العربيه اللي هي السعوديه والامارات، هيضربوا في اليمن. طبعا هتقولوا لي طب وفين ايران؟ ما هي ايران ليها ناس داخل اليمن وهم اللي كانوا بيضربوا في السعوديه قبل كده. لا، ايران هتكتفي بالضربه اللي هي عملتها، وربما اللي عملته ايران في الضربه العسكريه ديت يعمل انشقاق بينها وبين حزب الله اللي هو الجناح العسكري بتاعها. اي دوله فيها حكومة وفيها جناح عسكري ممكن يحصل انشقاق بينهم بسبب اختلاف الآراء، لأن بيبقى في قيادات بتقود هنا وفي قيادات هنا. العملية ديت إن ما كانش في اتفاق بين الاتنين بيبقى في انشقاق، زي ما حصل ما بين الدعم السريع وبين الحكومة الرسمية أو الجيش داخل السودان، لأن في مصيبة داخل السودان. طبعا اللي مسيطر هناك الدعم السريع رغم معاداة أمريكا ليه. أمريكا بتتودد دلوقتي للدعم السريع في السودان، لكن ما كانش موضوعنا السودان النهارده. السودان ليها دور وليها رؤى شويه كده، بس احنا بنحاول نفسر الاحداث عشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، لان احنا يعني اغلبيه القنوات عندنا بتنشر بس الاحداث، ما بتنشرش تحليلات او وجهه النظر او بتربط العناصر كلها اللي موجوده والدول ببعض والحركات اللي بتحصل داخل الدول. اسرائيل طلعت تعلن بن غفير بيقول لا لازم نضرب ايران ومش عارفه ايه والكلام ده كله، لكن مجلس الامن والكونجرس الامريكي قرروا لا عدم ضرب ايران، مع ان قعدوا يقولوا لا هنضرب مش هنضرب، واحنا ننشر ننشر ننشر. هيضربوا مش هيضربوا، بيتخانقوا مع بعض ما بيتخانقوش مع بعض. طب خش بقى، يعني انت دلوقتي انا واحده ست كدابه مثلا ما انا ممكن اكون بكذب او بقول كلام يعني مش منطقي من وجهه نظرك. طب اقول لك على حاجه، يعني لما كانت ايران بتضرب في اسرائيل كانت بتحصل مذابح داخل فلسطين، كانت بتحصل مذابح داخل فلسطين غير معلن عنها. طب هي ليه امريكا والدول اللي هي عادت اسرائيل بعد العمليه بتاعه المطبخ العالمي اللي راح يدي مساعدات للفلسطينيين ودخلوا وكانوا حوالي 6 من حقوق الانسان من دول اوروبيه مختلفه اتقتلوا على ايد الصهاينه هناك، وقالوا الدول احنا هنحاسب واحنا هنعاقب واحنا هنعمل. دلوقتي الموضوع ده اتغطى عليه خالص كده، وبعد كده دخلنا في موضوع ايران، وبعد كده اسرائيل مظلومه. بس على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، يعني يمكن حاجه تتوقعوها، ان احنا لازم نحط السيناريوهات كلها. هنحط في حاله انتصار اسرائيل في تحقيق الهدف،
هيتم هدم إسرائيل من الداخل بالمظاهرات اللي فيها على اليمين المتطرف، وهتبتدي أمريكا تحط النظام بتاعها داخل إسرائيل. يعني هي أمريكا دلوقتي مشغلة اليمين المتطرف لخدمة الملف الماسوني الأمريكي، لأن يهود أمريكا يعتبروا ماسونيين أصلا، يعني إيه، بيحملوا الكتاب اليهودي التوراة المحرف يعني. زائد احنا عارفين ان في صراع بينهم ما بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، لان دول الجماعات المتدينه ودول الجماعات اللي هي متطرفه فكريا، يعني دول بتوع الشواذ وبتوع مش عارفه ايه وايه وايه وايه، كل الحاجات اللي هي تخترق الحدود الدينيه اللي هي ملزمه لينا، في احنا كمسلمين ملزمه في التوراه وفي المسيحيه وفي الاسلام، لكن هم دخلوها كبنود كده، فاسرائيل بترفضها، والميسر والحاجات دي اسرائيل بترفضها على فكره. لكن ده ما يقولش ان اسرائيل دوله نازيه، برضو اتربت على العنف الالماني او على ايدي النازيه الالمانيه، فما عندهاش مانع ان هي تقوم باي مذابح، حتى لو حتى لو في الشعب بتاعها. يعني اللي حاصل داخل اسرائيل عمليات انتحار للجنود الاسرائيليين، لان هم بيروحوا بيموتوا في الاراضي ديت، وطبعا عارفين ان في انشقاق وفي مظاهرات ما بين الاحزاب الدينيه وخاصه الاحزاب الحديديه اللي هي ما بتدخلش الجيش وعددهم كبير جدا، والناس العاديين المدنيين هم اللي بيودوا ولادهم الجيش. لكن بعد كده هنشوف توجه تاني من الدول ديت، ان هيطلبوا من الدول العربيه ان هي تبعت الجيش بتاعها، علشان قال ايه هتحمي الحدود بتاعتنا. يعني احنا دلوقتي اسرائيل لو دخلت الحدود المصريه بتاعتنا، يعني حلت هي الحدود المصريه بدل الفلسطينيين مثلا، وجم الفلسطينيين عملوا مقاومه وضربوا اليهود اللي هم موجودين على رفح الفلسطينيه اصلا اللي احتلها اليهود، اكيد ممكن تحصل حاجه داخل الاراضي المصريه، هيقوموا قايلين لك يا لهوي ده دخلوا الجماعات المتطرفه الدينيه والدواعش وشغل البوليتيكا الوسخه بتاعتهم ديت، والحقوا احنا لازم نشارك في العمليه علشان نحافظ على الحدود المصريه. هل انا هحافظ على الحدود المصريه؟ انا عايزه بقى منطق في الموضوع ده. هل انا هحافظ على الحدود المصريه لما اجيب اليهود احطهم بدل الفلسطينيين؟ هل أنا هحافظ على الحدود المصرية بهذه الطريقة الوسخة؟ لا طبعا. هل أنا هحافظ على الحدود الأردنية لما أقضي على غور الأردن وأحط اليهود عند الأردن؟ طبعا لا طبعا. فإذا إسرائيل هتعمل دلوقتي قلعة ليها، الناس بيقولوا لك إسرائيل عايزة تعزل نفسها، لا أنتوا كنتوا فاهمين زمان كانت في حاجة اسمها القلعة. بتلاقي القلعة ديت مبنى كبير جدا كده موجود في كل البلد بالأسواق بتاعتها كله، وبتقفل على نفسها، بتبقى من فوق محاطة برمات الأسهم والكلام ده كله. وده كله احنا كنا بنشوفه في الدول الإسلامية اللي بتحارب زمان، ما كانوش بيحتلوا دول، ده كانوا بيحتلوا قلاع وبعد كده يسيطروا على الأراضي المحيطة عن طريق الجيش بتاعهم أو انتشار السكان. خلوا بالكم من انتشار السكان. اللي انا عندي، انا بفضي الحدود بتاعتي من السكان، انا بفضي الحدود بتاعتي من السكان. زمان بقى اما كانوا بيحتلوا قلعه ولا اي حاجه بيبتدوا يجيبوا القبائل بتاعتهم يسكنوا الاراضي ديت كلها. كمان مش هنسى الجزائر معرضه لهجمه جامده جدا في الفتره القادمه ديت برضه، لان الجزائر في مشاكل بينها وبين المغرب اغلبيتها يهود، والملك بتاع المغرب اصلا يهودي، يعني مسلم بس هو اصلا يهودي، الانتماءات بتاعته يهودي زي بقيه حكام العرب. لكن الشعب المغربي شعب محترم، ما اقدرش اقول عليه حاجه، والشعب بتاع الجزائر برضه شعب محترم، والسعوديه والامارات واليمن وكل الدول العربيه. لكن الرؤساء بينقوهم من اوسخ فئه داخل الشعب، يلاقوا لك واحد خاين كده يقوم جايبينه حاطينه على الكرسي. لكن كمان الخاين ده بيساعدهم في حاجات تانية كتير قوي،
ان هو بيجيب لهم عناصر كل الخاينين، وتبص تلاقي الاحكام السابقه، الناس المتشرده اللي هي طالعه من السجون في قواضي فساد او قواضي سياسيه، ويجيبهم يبقى عارف دي ديتهم ايه. يا عم اديهم لقمه وخلاص، دول ناس بيمشوا معرصين، بيمشوا بايه، بالشحن، نديهم كارت شحن ولا اي حاجه. طبعا الاحداث دي كلها اللي احنا بنتكلم عليها مهمه جدا، لانها في الفتره الجايه دي اللي هيتاثر بيها. قلت ان الاول دخول السيطره على اليمن ومضيق باب المندب. 1. دخول الاسلحه لاسرائيل، تمام. بعد دخول الأسلحة لإسرائيل والموضوع يسترسع شوية ويقدروا يدخلوا المعونات عن طريق الدول العربية المعرصة اللي هتدخل لإسرائيل الأكل والشرب ومش هتقدر تدي لفلسطين حاجة، هيقدروا يدخلوا الأسلحة ده. لكن بعد إعلان اليمن إن هي هتضرب أي سفينة هتروح على الأراضي الإسرائيلية، دي ركلة يعني ديت زي ما بيقولوا عليها في المصارعة ضربة تروب اتجابوا على الأرض دلوقتي. إذا قام بقى وقدر يقف على رجليه مش هيقوم إلا بإضعاف اليمن لو تم إضعافها هيقدروا يدخلوا أسلحة لإسرائيل. في حالة إذا امتلكت إسرائيل، هي معاها كل القرارات الدولية دلوقتي، مش هترد على إيران خلاص، لكن هتضرب الأراضي المصرية اللي فيها فلسطينيين. يعني هي جابتهم من الشمال للجنوب، وبعدين عايزة تدخل تموتهم في الجنوب وتعمل الجدار العازل. يعني بأي منطق يا بهايم، بأي منطق يا بهايم، إن الناس اللي بتطلع زي البهايم بتنقض وبتقول لي انت بتتكلمي كلام مش منطقي، انت بتتكلمي كلام مش اهو الكلام اللي مش منطقي اهو بيتحقق. عشان كده الكلام اللي مش منطقي بتاعي دوت، تابعوني على القناه وفعلوا الجرس وتابعونا برضو عشان تشوفوا يعني فعلا وجهة النظر دي سليمة ولا لا. يا ريت تكون غلط، لان دي لو هي صحت هيكون فيها خراب لدول كتير، وانا كعربية احب اشوف الدول العربية نظيفة من الوساخة اللي فيها موجودة دلوقتي. عامة تابعوني على القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة اول باول. معكم صفاء خطاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.